مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي. أتحدث: كيف أجد ناتج جمع العددين الصحيحين سالب 16 وسالب 19؟ لأنه العددين لهم نفس الإشارة، إذن العملية عملية جمع، والإشارة إشارة سالب. ونجمع العددين 6 زائد 9 5 و1 زائد 1 2 مع 1 3. الناتج 35 بالسالب. أجد ناتج الجمع مستعملا مستقيم الأعداد. سؤال الرقم 10: موجب 13 موجب 6 على مستقيم الأعداد الاتجاه يكون نحو اليمين ب13 خطوة. هاي خطوتين: 4 6 8 10 12 و13 لازم يكون هنا بين 12 و14. هذا 14. إذن وصلت لهاي النقطة، لهذا العدد 13. بعدين عندي موجب 6، هذا موجب 6 مرة أخرى الاتجاه إلى اليمين ب6 خطوات. هاي خطوة واحدة، هاي خطوتين 3 خطوات، خطوتين 5 وخطوة، إذن 6 خطوات أوصل لهنا، وهذا العدد هو 19، موجب 19. إذن الجواب 19. يجوز ما يحتاج أكتب موجب، لأنه إذا ما أكتب بمعنى موجب. سؤال رقم 11: عندي عدد الأول سالب 4، والعدد الثاني كمان سالب 12. نبدي بسالب 4، الانطلاق من 0 والاتجاه إلى اليسار ب4 درجات أو 4 أرقام، إذن أو 4 خطوات. هاي خطوتين وهاي 4 خطوات، إذن أوصل لسالب 4. من سالب 4 أتجه إلى اليسار ب12 خطوة، ونعد الخطوات من سالب 4. هاي خطوتين 4 6 خطوات و8 خطوات 10 خطوات و12 خطوة، إذن أوصل لهذا العدد اللي هو سالب 16. سالب 16. إذن نكتب هنا، لازم نكتب سالب. سؤال رقم 12: عندي موجب 5 وسالب 10. موجب 5 وين موجود؟ موجب 5 موجود هنا بين 4 و6، هذا موجب 5، هذا 5. هذا العدد موجب 5، وبعدين عندي سالب 10، يعني من موجب 5 أتجه إلى اليسار ب10 خطوات. إذن أعد الخطوات: منا لهنا خطوة واحدة، وبعدين لهنا خطوتين 3 خطوات، 3 بعدين 5 وراء خطوتين 7 خطوتين 9 و11. ما أحتاج 11
لأنه 10 خطوات عندي. من 9 خطوة واحدة أجي لهنا، يكون العدد هذا -5، لأن بين -4 و-6. طبعا أنا ممكن أرسم مستقيم الأعداد أحسن من هذا، خطوة خطوة، كل خطوة أكتب، بس مرات ماكو مجال. أنا هنا رسمت كل الورقة أخذتها، بس كان لازم أكتب كلش قريب من بعض، يجوز واحد ما يقدر يشوف إذا كلش قريب والكتابة صغيرة. النتيجة المهم -5. سؤال رقم 13. هاي الأسئلة إذا نفس العدد والإشارة مختلفة، سالب وموجب، إذا النتيجة دائما 0. -9 موجب 9 0، -5 موجب 5 0، موجب 100 سالب 100 0. مو شرط يكون سالب بالبداية، مرات السالب هنا، مثلا موجب 8 سالب 8، الناتج 0. سؤال 14. موجب 7. بعد موجب 7 عندي -8. موجب 7 أتجه إلى اليسار ب8 خطوات. منا لهنا خطوة واحدة، وبعدين لهنا خطوتين 3 خطوات، خطوتين 5 خطوات، خطوتين 7 خطوات، وخطوتين 9. ما أحتاج 9، أحتاج 8. إذن أوصل لهنا، وهذا هو -1. 8 خطوات. النتيجة -1. سؤال رقم 15. عندي -15 و-17. لأنه كلش صعب أخلي هاي الأرقام الكبيرة على مستقيم الأعداد، إذن أنا سويت مستقيم شوية يختلف عن البقية بالترقيم. ما خليت الصفر ولا خليت الأعداد الموجبة، وإنما بديت رأسا من -15 حتى يكون عندي مجال. ما كتبت الأرقام كلها، وإنما خطوتين بس كتبت، مثلا -20 -22، ما كتبت -21 هنا، لأنه إذا أحتاج أعرف شنو موجود هنا. الآن ننطلق من -15، لأنه الآن عرفنا كيف الانطلاق، ما يحتاج ننطلق دائما من 0. ننطلق من العدد الأول -15، والانطلاق يكون نحو جهة اليسار ب17 خطوة. إذن نعد الخطوات: 1 2 خطوتين 3 4 5 6 7 8 9 10، بعدين 11 12 13 14 15 16 17. إذن وصلنا لهذا العدد -32. نكتب -32. أجد ناتج الجمع مستعملا طريقة الإشارات. عندي موجب 15 وسالب 15، دائما النتيجة 0، لأنه نفس العددين بس الإشارة مختلفة. سؤال 18. -47 -25، إذن الناتج سالب، والعملية عملية جمع الأعداد. 7 زائد 5 12، و4 زائد 2 6، مع 1 يصير 7.
سؤال 20 عندي عدد موجب وعدد سالب، الإشارة للعدد الأكبر، بما أنه 120 أكبر من 98 إذن الإشارة إشارة سالب، و120 ناقص العملية عملية طرح. 120 ناقص 98 يساوي 10 ناقص 8 2 و11 ناقص 9 2 أيضا. سؤال 17 عندي عدد سالب وعدد موجب، إذن عملية طرح والإشارة للعدد الأكبر، بما أنه العدد الأكبر الإشارة موجب إذن أكتب موجب أو ما أكتب أي شيء مو مشكلة، بس العملية طرح. 15 ناقص 6 يساوي 9، و3 ناقص 2 يساوي 1. سؤال 19 عندي موجب 18 سالب 18، النتيجة 0. 0 ما عنده إشارة. عندي سالب 62 سالب 18، الإشارة سالب، والعملية عملية جمع العددين. 2 زائد 8 10، و6 زائد 1 7، و1 8. سؤال رقم 22 لدى بشرى 9000 دينار، اشترت قرطاسية من المكتبة بمبلغ 4000 دينار، ثم اشترت حلوى بمبلغ 2000 دينار. أجد المبلغ الذي بقى معها بطريقتين. يعني بشرى عندها 9000 دينار وتصرف، مرة تصرف 4 ومرة تصرف 2، إيش قد كم دينار يبقى عندها؟ الطريقة الأولى يجوز إنه أجيب المبلغ الأصلي وأطرح من هذا المبلغ 4000 وأشوف إيش قد يبقى. 0 0 0 9 ناقص 4 5. بعد ما اشترت قرطاسية بقى عندها 5000 دينار. بعدين راحت اشترت حلوى، هم نطرح ثمن الحلوى اللي هو 2000، هم نطرح من 5000، يا إما بنفس المكان يا إما بغير مكان مو مشكلة. إذن بقى 3000 دينار لديها. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، أول شيء أجمع 4000 و2000، أجمع المبالغ اللي صرفتها. كم مبلغ؟ مبلغين، أجمعهم هيجي، وبعدين أجيب 9 و1000 ونطرح من 6، ونفس الشيء يبقى المبلغ 3000 دينار لديها. إذن هاي الطريقة الأولى وهاي الطريقة الثانية. الطريقة الأولى أتصور أسهل، لأنه نطرح كم مرة نريد نطرح المبلغ، بس كأنه واحد يجمع شوية يجوز صعب، وبعدين الطرح. سؤال رقم 23 نزل غواص مسافة 18 مترا تحت سطح الماء. لأنه تحت سطح الماء إذن رأسا أكتب سالب 18. فشاهد سمكة قرش تبعد عنه مسافة 7 أمتار إلى الأعلى. أنا أفتهم إنه إذا كان هذا سطح الماء، وإذا كان الغواص هنا مثلا، والسمكة تكون للأعلى كأنه أعلى منا، على أي مسافة تقع سمكة القرش من سطح الماء؟ إذن يريدون هاي المسافة من سطح الماء
إلى سمكة القرش. هاي شوية تفكير يجوز صعب كيف نعمل، بس لأنه عندي الأعداد الصحيحة، الأعداد السالبة والموجبة، إذن نفكر إنه نكتب -18 زائد 7، وبما أنه الإشارات مختلفة إذن العملية عملية طرح، والإشارة للعدد الكبير العدد الكبير يعني 18 أكبر، إذن نكتب إشارة سالب ونطرح 18، نطرح 7 من 18، فالجواب يكون هو السمكة هي على بعد 11 متر من سطح الماء. يا إما نكتب -11 أو نكتب 11 متر من سطح الماء. مسألة مفتوحة، أكتب مثالا واحدا لكل مما يأتي. سؤال 24، عدد صحيح سالب. أي عدد صحيح سالب نجمعه مع عدد صحيح موجب بحيث يكون الناتج عدد صحيح سالب. إذا حتى يكون الناتج عدد صحيح سالب لازم يكون العدد السالب أكبر من الموجب، وإلا الناتج ما يصير سالب. إذن أي عدد تختاره بس يكون أكبر من العدد الثاني. مثلا لو تختار -10 بعدين لازم تختار 9 أو 8، ما يصير يكون أكبر من -10. السؤال 25، ناخذ عدد صحيح موجب ونجمعها مع عدد صحيح سالب بحيث تنطينا نتيجة موجبة أو عدد موجب. إذن هنا لازم يكون العدد السالب أقل أو أصغر من عدد الموجب حتى يكون الناتج موجب. إذن -3 وموجب 9 ينطينا 6، أو مثلا -20 وموجب 40 ينطينا موجب 20. أجد ناتج الجمع دون استعمال مستقيم الأعداد. عندي موجب 14، عندي موجب 8، وعندي -19. للسهولة ناخذ الموجب أول شيء. موجب 14 وموجب 8 مع بعض نجمعهم والناتج موجب، إذن نجمع 14 و8 الناتج يكون 22. بعدين ناخذ موجب 22 وسالب 19 مع بعض، بما أنه عدد موجب وعدد سالب العملية عملية طرح والإشارة للأكبر، يعني الإشارة موجب، يا إما نكتب يا إما ما نكتب، ما نحتاج، ونطرح العددين. 22 ناقص 19 يعني 12 ناقص 9 3، والنتيجة تكون 3. ناخذ 27، عندي سالب 121، عندي سالب 23. بما أنه سالب مع سالب العملية عملية جمع والإشارة سالب، هاي الإشارة ونجمع العددين. أول شيء 1 و3 4، 2 و2 4 و1. بعدين ناخذ موجب 7، وبما أنه الإشارات مختلفة العملية عملية طرح، والإشارة للأكبر والأكبر هو 144، إذن الإشارة سالب، ونطرح 144 ناقص 7، هذا الطرح هيج 14 ناقص 7 7 و3 و1.
سؤال 28، حس عددي، ما الأعداد الصحيحة الثلاثة المتتالية التي مجموعها -6؟ الأعداد هي -1 -2 -3، المجموع يكون -6 لأن الإشارة إشارة سالب، ونجمع الأعداد 3 و3 يكون 6. انتهينا من هاي الصفحة رقم 16. إلى اللقاء في درس جديد.